انسي بقى سلق المكرونة، وهنعمل النهاردة صينية مكرونة بالبشاميل وكله في صينية واحدة، من غير وقت ولا مجهود، وبطريقة سهلة وبسيطة وجديدة، والطعم خطير وفي حتة تانية خالص. هاتي بقى صينية ومكعب من الزبدة وشوية زيت، وانزلي بقى ببصلاية مفرومة وملح وفلفل أسمر. البصلة بتاعتك تدبل بس كده، وهنزل على طول باللحمة المفرومة. أنا استخدمت هنا حوالي ربع كيلو من اللحمة المفرومة. وبعد كده تعصجنا اللحمة ملح وفلفل أسمر وسبع بهارات ومعلقة صغيرة من صلصة الطماطم. هتنقل عندي كده تعصيجة اللحمة في حتة تانية. في نفس الصينية هنزل بالمكرونة الأقلام بتاعة البشاميل، معلقة بقى من الزيت، وقلبي بقى المكرونة مع اللحمة المفرومة كده، وخليها بقى تشرب من التتبيلة بتاعة اللحمة المفرومة بالشكل ده. وتعالي أقولك على أسهل طريقة لبودرة البشاميل: معلقتين من الدقيق، ملح وفلفل أسمر، ومعلقة من بودرة الماجي، وبس كده. هننزل عليهم بنص كوباية من المية الساقعة أو المية الباردة من الحنفية وندوبهم تماما. عندنا بقى لتر من الحليب اللي هو اللبن المغلي اللي هو سخن جدا، وانزل عليهم بالخلطة البشاميل اللي احنا عملناها مع بعض. هنقلبهم كويس. معلقة كبيرة كده من الكريمة اللباني وقطعتين من الجبنة النستون. الخطوة دي اختيارية بس هتنقل البشاميل في حتة تانية خالص. هننزل بقى بالخليط ده على المكرونة بتاعتنا، وبعد كده هغطيهم بورق فويل ألمونيوم أو عندك غطا حلة حطيه، وهحطه على نار هادية لمدة 10 دقايق. الناس اللي بتسألني على نوع الجبنة الموتزاريلا اللي أنا بستخدمها، أنا بستخدم الحريف يا جماعة. حط بقى طبقة من الجبنة الموتزاريلا ودخلها الفرن على درجة حرارة 180 في الرف الوسطاني لمدة ربع ساعة. تطلع بالجمال وبالحلاوة وبالطعامة دي تجنن. عايزة أقولك سهلة وبسيطة، وهتعملي أحلى صينية مكرونة بشاميل وفي صينية واحدة وبألف هنا. جربوها، ولو عجبك الفيديو لايك وشير وسبسكرايب لقناتنا. أشوفكم في وصفات جاية كتير مع هبة إبراهيم. باي باي.